تعالى النهارده اقولك على انجح وصفه فطير مشلتت في فرن البوتاجاز بانجح عجينه ممكن تجربيها في حياتك. بعد ما تجربي الفطير المشلتت الفلاحي بطريقتي مستحيل تاني تشتريه من بره. هنعمله بدون زبده وبدون سمنه بلدي، هنعمله بفرن البوتاجاز، هيطلع معاكي واخد اللون من فوق ومن تحت مورق، طعمه جميل جدا. كل اللي هيدوق الفطير المشلتت بالطريقه دي هيشكره وهيقولك انت عاملاه ازاي من كتر جماله. اتمنى بجد فيديو النهارده ينال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. عشان نعمل وصفتنا للنهارده انا عندي هنا كيلو من الدقيق، يعني 8 كوبايات من الدقيق. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من الملح، معلقة كبيرة من السكر. هقلب السكر والملح مع الدقيق. بعد كده نزلت بكوبايتين ونص من المية ونص كوباية من اللبن، يعني 8 كوبايات دقيق اخدوا معايا بالظبط 3 كوبايات مية. ممكن تعجني نصهم مية ونصهم حليب زي ما انت حابة، ممكن تعجني بمية بس. هبدأ طبعا ونزلت كمان بمعلقتين كبار من الزيت وبدأت اعجن العجينة. يفضل انا نوع الدقيق اللي بستخدمه ده دقيق سايب من عند العطار بيتباع بالكيلو. يفضل عشان انواع الدقيق بتختلف عن بعضيها انك تنزلي بكوبايتين المية ونص كوباية الحليب، والنص الاخير تركنيه على جنب. حسيت العجينة معاكي محتاجة انزلي بنص كمان كوباية من المية، مش محتاجة يبقى اخد معاكي كوبايتين ونص من المية. اعجنيه كويس قوي لحد العجينة لما تديكي ملمس ناعم وعجينة زي الاستك كده في ايدك على طول بتوقفي عجن. طبعا هنا هبدأ ارش عليها رشة من الدقيق وهبدأ ألم حروف الطبق بالطريقة دي، وهبدأ أغلف طبعا الدقيق العجينة بتاعتنا بالمعلقة كبيرة دي اللي احنا رشيناها. ببططها بالطريقة دي، بغطيها بكيس بلاستيك، بسيبها بالظبط 10 دقايق وبعد كده ببدأ أقطعها. طبعا بعد ما عدى عليها 10 دقايق كانت العجينة معايا ارتاحت. فهاجي هنا في صينية، أي صينية أي حاجة عندك، بتبدأي تنزلي بحبة حلوين من الزيت وتدهني الصينية، وبعد كده بتبدأي تقطعي العجينة بتاعتك لكور. طبعا ادهني ايدك زيت انتوا بتقطعيها عشان ما تلزقش في ايدك. ببدأ اقطعها الكور كده، بتكبري وتصغري الكورة على حسب المكان اللي انت هتفردي فيه العجينة. طبعا قطعت الكور صغيرة بلمها كويس اوي من تحت. شايفين العجينة والله العظيم ممتازة. طبعا بعد ما قطعتهم كلهم وغلفتهم بالزيت بالطريقة دي غطيت عليهم على بال ما اجهز اللي احنا هنورق بيه الطبقات، اللي هو عبارة عن سمنة عادية خالص من العلبة. هنزل عليها بمعلقتين كبار من القشطة او وش اللبن. بجد بعد ما تقلبي القشطة او وش اللبن مع السمنة هتلاقي السمنة بتاعتك ريحتها بلدي 100 100، يعني رهيبة. بس كده بقلب القشطة مع السمنة كويس قوي وبركنها على جنب، وبنيجي بقى على العجينة بتاعتنا. شايفين قد ايه بتفرد بمنتهى السهولة. العجينة معايا ممتازة ما ريحتهاش. طبعا على الرخامة دهنت الرخامة زيت ونزلت بالعجينة، بدأت كده افردها زي ما انتوا شايفين. بتفرديها كويس قوي وبتبدأي كده تهوي العجينة معاكي، بتفرديها على قد ما تقدري وتبقى العجينة معاكي رقيقة. بعد كده ببدأ من الخليط بتاع السمنة والقشطة ابدأ ادهن الفطيرة بتاعتنا وابدأ المها على شكل ظرف كده على بعضيها واقفلها وبشيلها واركنها على جنب. اجيب الكورة التانية ابدأ ادهن الرخامة زيت وابدأ افرد الكورة التانية وهوي العجينة بنفس الطريقة. وبعد كده بنيجي بخليط السمنة والقشطة ابدأ ادهن الفطيرة، وبعد كده بجيب الظرف اللي احنا او العجينة اللي احنا قفلناها ظرف بحطها في النص وببدأ اقفل عليها الفطيرة التانية. الخطوة دي ببدأ افضل اكررها كده لحد لما اوصل لحجم الفطيرة اللي انا عايزاه. الفطيرة معاكي الكبيرة بتبدأ من 15 ل 20 كورة على حسب حجم الكورة. حباها صغيرة ممكن تعمليها من 3 ل 5 كور، بتبقى الفطير معاكي من فطير مشلتت بيبقى صغير على قد الصواني الصغيرة. بس كده. طبعا انا عملتها على حجم 38 سنتي، يعني الصينية بتاعتي 38 سنتي. اخر كرة دي فردتها بالطريقة اللي انتوا شفتوها، حطيت شوية قشطة على الفطاير اللي احنا قفلناهم. وبعد كده باجي
كده ابدا اقفل الفطيره الاخيره. اي تقطيع في العجينه كله بيتدارى، مفيش حاجه بتبان خالص في الفطير المشلتت، وانتوا شفتوا النتيجه طبعا اول الفيديو. بس كده عندي هنا صينيه كبيره جدا مقاس 38 سنتي، دهنها من نفس الخليط بتاع السمنه والقشطه ونازله بحبه زيت. دهنت الصينيه وحطيت الفطيره وبسيبها لحد لما ترتاح اكون كملت باقي العجينه. كيلو دقيق اداني فطيرتين كبار حجمهم كبير جدا، يعني الفطيرة الكبيرة عبارة عن نص كيلو من الدقيق. هبدأ هنا طبعا العجينة الفطيرة الأولانية كانت ارتاحت، على بال ما خلصت الفطيرة التانية هبدأ بالطريقة دي أفردها في الصينية وانزل على الوش قشطة. طبعا اهم حاجة في الفطير المشلتت ان الفرن بتاعه يكون سخن جدا، سواء فرن غاز او فرن بوتاجاز او الفرن الحطب، المهم يكون الفرن سخن جدا. ليه؟ لانه لو الفرن بارد هتبص تلاقي الفطير معاكي نشف ومقبش وهيطلع معاكي مش حلو خالص. بس كده بسم الله ما شاء الله. شايفين الفطير بتاعنا دلوقتي هنبدأ نسويه عند الفرن، مشغلاه بقاله ربع ساعة على أعلى درجة حرارة. هبدأ أدخل الفطير بتاعنا على الأرضية، النار من تحت ومن فوق شغالة على أعلى درجة حرارة لحد لما الفطير طبعا بيبدأ ياخد اللون الذهبي من تحت. لو حسيت انه لسه محتاج ببدأ اسحب الصينية وارفعها على الرف الوسطاني واسيبها لحد لما تاخد اللون كمان من فوق. طبعا من وقت للتاني بدور الصينية عشان اللون يكون موحد من تحت. هنا طبعا كانت اخدت اللون من تحت، بدأت رفعتها على الرف الوسطاني. طبعا الفطير منتفخ، معنى ان هو منتفخ يبقى الطبقات اللي من جوه معاكي بقت مورقة. بس كده شايفين اللون وشايفين الجمال، حد يصدق ان ده فرن البوتاجاز؟ بصوا كمان اللون من تحت عامل ازاي. طبعا اول ما اخدت اللون من فوق ومن تحت على طول طلعتها من الفرن، وعلى طول ببدأ اشيلها من الصينية بتاعتها واحطها على اي صينية تانية وابدأ اغطي عليها بكيس بلاستيك. وصفة النهاردة والله العظيم اقسم بالله كل اللي دقها شكرها وقال انه احلى فطير مشلتت اكلوه في حياتهم. هبدأ ان اغطي عليها بكيس بلاستيك واسيبها على بال ما تستوي التانية. بصوا التانية عاملة ازاي، منتفخة واخدة اللون من فوق ومن تحت، حاجة جميلة جدا وطعمها حلو قوي ومش مكلفة. فاتمنى بجد تجربوا الوصفة دي وتقولولي على رأيكم فيها. يبقى عملنا فطيرتين كبار من كيلو دقيق ب20 جنيه. شايفين الجمال، وبكوباية سمنة موجودة في البيت ووش اللبن اللي احنا بنشيله من على اللبن. طبعا انا سبتهم حوالي 10 دقايق كده متغطين، وبعد كده بدأت اوريكم الفطير بتاعنا. كمان لما بيقعد لتاني يوم بيبقى جميل جدا. طبعا هنا الفطير كان لسه سخن فانا مش عارفة اوريكم التوريقة بتاعته، بس اقسم بالله لما تجربوه لا هتدعولي وهتعتمدوا الوصفة. شايفين الجمال، بصوا الفطير مستوي حلو قوي والله العظيم، وما نزلش دهون منه كتير سمنه ولا زيت، لان هو مظبوط، احنا مش حاطين الكميه الزياده يعني الدهون فيه. شايفين الجمال. اتمنى بجد وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، كلها وصفات سهلة وسريعة واقتصادية ومغذية.